حالنا مع الصلوات كسولات غار ያለው ሁኔታችን يبكي العين አይን ያስለቅሳል ويدمي القلب ልብን ያደማል ويقطع الجبين ግንባርን ይቆራርጣል انقسم المسلمون مع صلاتهم الى ثلاثه ሙስሊሞች በሶላታቸው ላይ በሶስት ተከፍለዋል قسم አንዱ ክፍል لا يصلي የማይሰግዱ ናቸው ولا يركع ሩኩዕ የማያደርጉ ولا يسجد ሱጁድ የማይወርዱ لا بالليل ولا بالنهار በቀንም ይሁን በሌሊት اسماءهم عبد الله وعبد ስማቸው ግን አብዱላህና አብዱራህማን ነው كذبوا والله ዋሹ والله كذبوا والله ዋሹ لو كانوا عبيدا لله ما خالفوا الله ባሪያ ሆነው ቢሆን የአላህን ትእዛዝ ባልጣሱ ነበር الا يظن اولئك እነዛ አያውቁም ኖራል انهم مبعوثون ተቀስቃሾች መሆናቸውን ليوم عظيم በታላቁ ቀን يوم يقوم الناس لرب ሰዎች العالمين ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ፍርድ በሚቆምበት ቀን والله نعرف كثير በአላህ ይሁንብኝ ብዙዎችን እናውቃለን من الله عليهم በእነሱ ላይ አላህ ይዋለላቸው بالاستقامة والهداية በስተቃማና በሂዳያ سألناهم عن أحوالهم في ከሶላት الصلاة ጋር ስላላቸው ሁኔታ ጠይቅናቸው كثير منهم يقول مرت علي سنوات ብዙዎች ይላሉ አመታት አልፏቸዋል لم أسجد فيها ولم أركع ስጁድም ሳያደርጉ ሩኩዕም ሳያደርጉ سنوات አመታት لم يسجدوا لله فيها ولم ለአላህ ስጁድም ሆደ ሩኩዕ ሳያደርጉ أي حياة هذا ምን አይነት ህይወት ነው ይሄ والله لن يستقيم حال በአላህ الإنسان ይሁንብኝ የሰው ሁኔታ አይጸናለትም إلا إذا استقام على صلاة ሶላቱ ላይ እስካልጸና ድረስ والله إنك لن تتقرب والله አንተ አላህ ዘንድ በምን መቃረቢያ ብትቃረብ أعظم من المحافظة على ከሶላት መጥባበቅ የበለጠ መቃረቢያ የለም قال صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ اكلفوا من العمل ما تطيقون ከስራችሁ ሁሉ የምትችሉትን ስሩ واعلموا أن خير أعمالكم ግን الصلاة አወቁ ከስራችሁ ሁሉ በላጭ ሶላት ነው